كنت قاعد على السرير ومش عارف اعمل ايه في البلوة اللي انا دخلت نفسي فيها دي. فجأة وبدون اي مقدمات نور البيت كله قطع. وقتها حسيت بسخونية غريبة، ويا ريت الموضوع بيقف لحد هنا وبس، لاني بدأت احس بأطياف خيالات كلهم كانوا حواليا وكانوا بيجروا بسرعة. وكان في صوت حد بيتكلم، لكن كان صوته واطي وسريع في نفس الوقت. وقتها حاولت أركز على قد ما أقدر، لقيت جملة واحدة بس هي اللي عملت تتكرر كتير. اقترب معاد سيدنا، ربما تكون هذه الفرصة الأخيرة. وبعدها النور رجع تاني. بس إيه ده؟ مين اللي بهدل شقتي بالشكل ده؟ كل حاجة كانت متكسرة ومرمية على الأرض وكأنها كانت ساحة حرب. لا هما مش هيسيبوني. أنا خلاص نهايتي قربت، وللأسف أنا اللي كتبت نهايتي بإيدي. كل يوم بيظهروا في كل وقت هما معايا، عشان كده قررت إن أنا أتكلم. أنا عارف إن الكلام مش هيفيدني في حاجة، لكن على الأقل في ناس سمعت قصتي. أعرفكم بنفسي الأول. أنا شادي، فتحت عيني على الدنيا من غير أب وأم. كنت عايش في ملجأ كان فيه كمية ظلم وقرف. وقتها كنت بتمنى اليوم اللي أنا أخرج فيه، لكن بصراحة اللي كان بيهون عليا الحاجات دي صديقي وأخويا إبراهيم. والحمد لله كنت تميت 18 سنة وخلاص. وقتها كنت أقدر أعتمد على نفسي، وخرجت من الملجأ. فضلت أنا وإبراهيم ندور على أي حاجة نشتغلها، لكن محدش كان راضي يشغلنا بحجة إننا ملناش أصل ولا فصل ولا حد نعرفه. فقررنا في النهاية إن إحنا نسرق. أيوة، ده أنت مستغرب ليه؟ كنا هنعمل إيه؟ مش عايز تصدق؟ أنا حرامي. في خلال سنتين بس بقى معانا فلوس وشقة محدش يحلم بيها، وفي عربية كمان. كل ده كان كويس، لكن في يوم كل ده اتقلب علينا بالجحيم والخراب. كنت نايم في عز نومي، لكن في رنة من شخص رخم فوقني. أهلا بصديق السوء. اخويا شادي اللي رافع من روحي المعنوية والله. اخلص يلا، عايز ايه؟ في عملية جديدة يا برنس جيلة، وزي ما بنقول كده دي عملية العمر. المهم مش هينفع نتكلم على التليفون، انا ساعتين وجايلك. طيب يا اخويا، طيب سلام. هو انت بتكلمني كده ليه؟ وانا مضايق في حاجة؟ لا ولا حاجة، انا كنت نايم وفي شخص رخم صحاني مش اكتر. يعني دي اظن دي حاجة تضايق. عشان كده. طيب فوق يا اخويا قبل ما اجيلك. بعد ما قفلت مع ابراهيم قمت عملت شاي واتفرجت على التلفزيون، وعقبال ما الاستاذ الباشا يجي ساعتين والباب كان بيخبط. دخل طبعا وشرب الشاي وبدأ يتكلم. خبطة العمر يا صاحبي. سيبك بقى انك تثبت شخص، تطلع شقة، تقلب. لا الكلام ده بقى لعب عيال. قول واشغيني يا اخويا، قول. مصيبة ايه اللي جايبها معاك المرة دي؟ فيلا لشخص كبير عايش لوحده، بس خد بالك لو العملية ما اتعملتش في خلال يومين مش هنعرف نعملها. وليه بقى ان شاء الله؟ الشخص ده انا مراقبه بقالي فترة كبيرة. لاحظت ان الراجل ده في نص الشهور العربية بيختفي لمدة يومين. بيروح فين الله اعلم. طب ما ممكن يكون صدفة، بعدين انت تعرف الشهرة العربية منين انت كمان؟ لا مش صدفة، الموضوع ده اتكرر كتير. طيب كمل يا اخويا. بص احنا هنروح هناك بكرة، متقلقش يا باشا، انا مظبط كل حاجة مظبطة. انت مش محتاج تدب قلم في العملية دي. ها استأذن انا وسيبك ترتاح ونتقابل بكرة. هو بيخرج ابراهيم وانا بدأت افكر. بصراحة انا من جوايا ما كنتش عايز اعمل كده، بس انا مجبور على كده. زي ما قلت
بدل ما اسيب دماغي تسوحني اكتر ما هي متسوحة، كنت لازم ادخل انام افضل. صحيت ولقيت نفسي واقف قدام جنينة، لكن الجنينة دي كانت محروقة. أنا بحلم. بدأت أمشي وأنا مش فاهم أنا إيه اللي جابني هنا، بس وأنا ماشي كنت حاسس إني متراقب. أيوة، في عيون بتبص عليا. وفجأة وأنا ماشي اتكعبلت في حاجة، ولما بصيت لقيتها هياكل عظمية. كانوا كتير كتير قوي. كنت لسه بستوعب اللي بيحصل ولقيت ضربة نازلة على دماغي أفقدتني الوعي. وبعدها صحيت، لقيت نفسي على السرير عادي، وقلت بعادة الأحلام إن ده طبيعي. بس أنا من طبيعتي أصلا إن أنا مش بحلم كتير، ممكن أكون ما بحلمش أصلا. بس أنا من وقتها وأنا جسمي عمال يترعش ويتكهرب لوحده. كان كل ده بيحصل على مدار اليوم. القلق كان مسيطر عليا، لحد ما في وسط دخان سيجارتي لقيت إبراهيم بيرن عليا وبيقول إن هو مستنيني تحت، ونزلت فعلا. اتحركنا على المريطية. ووقفنا قدام فيلا كبيرة نوعا ما. المكان كان هادي بطريقة مش طبيعية، ولا في أمن ولا في أي حاجة. بس الأغرب من كده إني لاحظت إن في أكتر من غراب وواقفين على سور الفيلا. مش عارف ليه وقتها حسيت إن أنا كنت داخل على بيت رعب. بصيت وقتها على إبراهيم. إيه يا عم الزفت، هندخل إمتى؟ اصبر شوية يا عم، انت هتفضحنا. وبعد 5 دقايق من صمتنا لقينا أنوار الفيلا كلها بتطفي، وبعدها بثواني بيخرج شخص لابس عباية سودة كانت مليانة رموز غريبة. بس لما ركزت في ملامحه، الشخص ده كان عليه غضب ربنا. أول ما تشوفه كده تحس إنك مقبوض. لقيت إبراهيم مركز مع الراجل ده قوي، وبعد ما الراجل ده اختفى تماما خرج إبراهيم من العربية وبدأ يرمي حاجات ورا السور اللي جوه الفيلا. فسألته: إيه اللي أنت بترميه ده؟ ده عظم فراخ بس مرشوش عليه سم. الراجل ده غاوي يربي كلاب، ولو دخلنا انا وانت هنبقى عشا كويس قوي ليهم. اصبر بس شوية، السم يشتغل، ناخد اللي لينا ونتكل على الله. استنينا شوية وطلعنا بالحبل ودخلنا الفيلا. النهار ده شكله مش معدي. دي أول كلمة قلتها لما خطت رجلي ورا السور، لأن الجنينة اللي حوالين الفيلا، أيوة أنت خمنت صح، ده نفس المكان اللي أنا حلمت بيه. وقتها كنت ماشي مستغرب، هو إزاي ده حصل؟ ومشيت خطوتين ولقيت كمية كلاب مرمية على الأرض. لكن الأغرب من كده إن في وسطهم كان في كلاب مذبوحة. على حد نظري وعلى حد ذاكرتكم، أكيد كلنا عارفين إن الكلاب اتسممت مش اتذبحت. اللي يرعب أكتر إن في وسطهم كان في كلاب تانية عبارة عن هياكل عظمية. كنت واقف مذهول، أصل أكيد كل ده ما كانش بالسم، صح؟ كنت ببص على إبراهيم اللي كان بيدور على أي حاجة تدخله الفيلا من جوه. حسيت بحاجة ورايا، وفي نفس لشيء بيلهث أو بيعلى. ولما بصيت كان كلب، كان عمال يطلع صوت وكأنه بيحتضر خلاص. هو ما كانش بيعمل حاجة غير إنه باصص ليا وهو بيحتضر. بس لما ركزت عليه حسيت إن عيون الكلب ده مش طبيعية، كأنها عين شيطان، لأن دي عمرها ما تكون عين كلب أو عين أي كائن آخر. ولقيت إيد بتتحط على كتفي، وخلاص كان فاضل ثانية وهصوت في مكاني. الله يخرب بيتك يا عم، خضتني. بس الحمد لله إن ده كان الزفت إبراهيم. في ايه يا عم شادي؟ انت من ساعة ما دخلت وانا شايفك كنت بتعمل حاجات غريبة وعمال تبص يمين وشمال مالك يا عم؟ انت مصطبح ولا ايه؟
بصيت له باستغراب وانا برد عليه. مصطبح ايه؟ يعني انت مش واخد بالك من اللي حواليك؟ بلاش. طب وده؟ وقتها شاورت على الكلب، لكن لما بصيت ما كانش فيه اي حاجه غريبه، ولا كلاب مذبوحه ولا هياكل عظميه. كل اللي كان موجود كام كلب ميتين من السم، مش اكتر. لا حول ولا قوة الا بالله. طلع ساعة ياض ولا ايه؟ بقول لك يا ابراهيم، ما تيجي نمشي؟ وقتها المستفز بدأ يضحك. يا عم ايه الشغل العيال ده؟ انا مش متعود منك على كده. يلا يا عم عايزين نخلص الليلة دي قبل الصبح يطلع علينا. قدرنا ندخل عن طريق شباك كان موجود في الجنينة. طبعا الدنيا ضلمة، مش شايفين حاجة. شغلنا الكشافات اللي معانا ولبسنا الجواندي والماسك عشان البصمات، واتفقنا ان كل واحد هيدخل أوضة عشان نخلص في وقت أقل، واللي يلاقي حاجة يبلغ التاني. الغريبة ان انت اول ما تدخل الفيلا هتحس ان في حاجة وراك، زي ما انا كنت حاسس ان في حاجة ورايا، كأن في حاجة زي ظل زيادة فوق الضلمة اللي احنا فيها. دخلت الأوضة الأولى وما لقيتش فيها أي حاجة. التانية بدأت أحاول ألم كل اللي فيها. فتحت دولاب الأوضة ولقيت فيها هدوم، بس اللي لفت نظري إن كل الهدوم دي ريحتها وحشة. واللي رعبني إن في وسط الهدوم دي في حاجة بيضة كانت مليانة تراب. ولما مسكتها وفتحتها، إيه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب، دي أكفان. الأكفان اللي كانت موجودة في الدولاب ده كان جواها تراب أو رماد. أنا مش عارف، لكني ملحقتش أفكر كتير في الموضوع عشان سمعت صوت صرخة إبراهيم جاية من الأوضة اللي جنبي. وسبت اللي في إيدي ورحت عنده. في إيه يا زفت؟ أنت هتفضحنا. شادي، انت كان عندك حق يا شادي، المكان ده غريب. ليه؟ حصل إيه؟ كنت بدور على اي حاجه عشان اخدها، وفجاه سمعت صوت حركه خفيفه من ورايا، افتكرته انت. وبعدها لفيت ولقيت قط، لكن كان لونه اسود وعيونه كانت بيضة تماما، كانه اعمى. الغريب مش في ده، الغريب في ان القط ده كان مذبوح، ومع ذلك كان ماشي ومكمل عادي. وطي صوتك يا عم، هتفضحنا. بعدين القط ده فين؟ الأوضة فاضية. كان هنا. وقتها إبراهيم كان بيشاور على ركن من أركان الأوضة، بس فعلا ما كانش فيه حاجة. لكن لما قربت لقيت بقعة دم، والدم ده كان سخن. يعني ايه بقى؟ وقتها سمعنا صوت حركة في الفيلا كلها، وصوت باب بيتفتح، ومع فتح الباب ده أنوار الفيلا كلها اتفتحت. وبصيت لإبراهيم والبصة كانت ساذجة لأني بدأت أضحك ضحك معناه إن إحنا خلاص رحنا في داهية. مفيش ثواني ولقينا باب الأوضة اللي إحنا كنا فيها بيتحرك، وبيدخل منها صاحب المكان اللي اتصدم لما شافنا. انتوا مين؟ وتعملوا ايه هنا؟ كنا ساكتين. اصلا هنقول ايه؟ معلش احنا اسفين، احنا كنا جايين نسرقك. الشخص ده رجع يتكلم تاني. انا مش هبلغ البوليس، لان ده هيبقى راحة بالنسبة لكم، وانا مش عايز الراحة دي ليكم. انتوا دخلتوا المكان الغلط. بعدها لقيته بيلف نفسه عشان يقفل الباب، ولقيت ابراهيم مسك الحبل وبدأ يلفه عليه. بدأت اتكلم معاه وانا متعصب. سيبه يا ابني، سيبه، الله يخرب بيتك، الراجل هيموت. مش بدل ما نموت احنا. المفاجأة ان الراجل كان مستسلم تماما. لا ده كمان كان بيضحك، كان عمال يقول كلمة واحدة وهو بيطلع في الروح. مش هيسيبوكم. مش هيسيبوكم. مفيش ثواني واترمى جثة قدامنا. لبسنا جريمة قتل خلاص. انت في بقول لك ايه، مش وقته الكلام ده. المهم انت لقيت حاجه؟ اكيد مش بعد كل ده هنرجع بايدينا فاضيه. وقتها حرفيا انا كنت عايز اضربه قلمين على بروده. احنا في ايه وانت في ايه يا عم الزفت؟ احنا قاتلين واحد، انت فاهم؟ اخلص، مفيش وقت. لقيت في خزنة في الأوضة التانية. وقتها رحنا أنا وهو للأوضة التانية وبدأنا نطلع الخزنة ونحاول نفتحها، لكن فشلنا. اكتشفنا إن الخزنة دي بتتفتح ببصمة الصوابع. وقتها لقيت إبراهيم بيخرجها للأوضة التانية، لا وبيمسك صوابع الراجل الميت لحد ما الخزنة اتفتحت. حرفيا كأنك فتحت مغارة علي بابا، فلوس وذهب وألماظ. بدأنا نجمع كل حاجة حطيناها في الشنطة.
بعدها حاولنا نداري أي بصمة لينا وحطينا كل حاجة في مكانها، وقبل ما نخرج اتأكدنا إن مفيش كاميرات. إبراهيم كان واضح عليه الخوف لأنه كان بيسابقني في الجري، لكن وأنا ماشي في وسط الجنينة فجأة لقيت نفسي بقيت محاط ما بين كلاب ظهروا من وسط الشجر وكانوا باصين عليا كأنهم باصين للفرسة بتاعتهم اللي خلاص هيخلصوا عليها. وقتها ما كانش في أي حاجة قدامي، وضربت واحد منهم وجريت ونطيت من على السور وركبت العربية مع إبراهيم وطيران بره المكان. روحنا البيت، أعصابنا كانت بايظة. وقتها اتكلمت أنا: إبراهيم، أنا مش هنزل عمليات تاني، خلاص دي كانت الأخيرة، ده لو ما طبطش علينا أصلا. كان بيتكلم بنبرة خوف. وانا معاك، خلاص انا مش هعمل حاجه تاني، وان شاء الله دي هتعدي على خير. خلاص كل واحد خد نصيبه وما ينفعش نتقابل تاني لحد ما الدنيا تهدى. بعدها إبراهيم خرج. كنت بحاول أتكلم مع نفسي، أنا لحد دلوقتي مش مستوعب اللي حصل. احنا كنا آخرنا نسرق. مين ده اللي دخل البيت وقتلناه؟ للأسف من كتر التفكير تعبت ونمت. وطبعا ليلة زي دي أكيد مش هتعدي بسلام. حلمت بكل حاجة حصلت في الفيلا الملعونة دي، لكن كان في دخان ورايا ودخان ورا إبراهيم في نفس الوقت اللي كنا بنحاول نمشي فيه ناحية الفيلا. ما كنتش فاهم وقتها الدخان ده كان بيعمل ايه. وصحيت من النوم، حاولت أفوق، اتفرجت على التلفزيون، قلت أحاول أخرج من المود اللي أنا فيه ده. أنا واحد مستني خبطة البوليس في أي وقت. في الوقت ده كان في فيلم عربي قديم شغال، اتفرجت عليه وأثناء ما المشاهد شغالة قدامي في التلفزيون فجأة الفيلم ده وقف، وبتيجي نشرة إخبارية: عاجل، تم العثور على جثة الدجال المعروف باسم عطية في مسقط رأسه. مع التحقيقات تبين أن سبب القتل هو الخنق بالحبل، ويتم الآن البحث عن القاتل. أنا سمعت الخبر ده من هنا وفضلت أضحك زي المجنون، اللي هو احنا قتلنا دجال. اتصلت بإبراهيم في نفس اللحظة. أنا عارف إن هو ممنوع بس كنت لازم أتصل. سمعت الأخبار؟ اخبار ايه؟ انا كنت نايم. احنا قتلنا دجال واسمه عطية. وقتها المستفز بدأ يضحك برضه تاني. طب ما انا عارف. نعم يا أخويا عارف. طب ليه ما قلتش من الأول؟ عشان عارفك من صغرك يا شادي، جبان وبتخاف من اي حاجه. بصراحه المصلحه كانت حلوه وما ينفعش تروح لحد غيرنا. طب اقفل يا إبراهيم، اقفل، وكفاية حرق الدم أكتر من كده، اقفل. وبعد ما قفلت مع إبراهيم ومن غير أي مقدمات نور البيت كله قطع. فضلت ماشي عشان أجيب أي حاجة أنور بيها، لكن إيه ده؟ إزاي؟ أنا قبل ما النور ما يقطع كنت في شقتي. أنا واثق إني كنت في شقتي. أنا أثناء خطواتي وأنا ماشي ملمس البلاط اللي بدوس عليه فجأة اتغير لملمس ترابي. أنا في التراب، مش مستوعب أنا إيه اللي جابني هنا. كنت ماشي زي المجنون، والرؤية بدأت توضح أكتر إني بقيت قدام قبر أسود باين عليه إن هو محروق، ومكتوب على شاهد القبر: هنا يرقد المغفور له بإذن الله إبراهيم. كان مكتوب تاريخ، لكن المرعب إن التاريخ ده كان بعد أسبوع. وقتها سمعت صوت اتردد في ودني: ما تقلقش، دورك جاي. اتلفت في وسط المكان اللي أنا فيه. الصوت اتردد، بس أنا عارف إن هو اتردد جوايا أنا، مش في المكان، لأن المكان وقتها اتغير. ولقيت نفسي قدام طريق فاضي، ولمحته من مسافة بعيدة. شخص الصورة بتاعته كانت بتقرب وبتوضح أكتر لحد ما بقى الشخص ده هو إبراهيم صاحبي.
وفضلت انادي عليه لكن هو مش سامعني. وشفته وهو بيعدي الطريق وفي عربية جت من العدم شالته. ولما كنت لسه ههرب عشان اشوف هو لسه عايش ولا ميت، لقيت الكلاب اللي كانت في الجنينة بتظهر تاني في الحلم ده وبتتجمع وكأنها لقيت الوجبة بتاعتها وبدأوا ياكلوا في لحمه. في خلال 5 دقايق كان عبارة عن عظم. لما اتحركت خطوتين عشان اروح اشوف صاحبي اللي بقى هيكل عظمي والسيناريو كأنه بيتعاد تاني. عربية تانية بتيجي وبتشيلني انا كمان، لكن الغريبة اني مش بموت ولا بيجرالي حاجة. الرؤية بقت ضلمة بعد خبطة العربية، نفس الحلم اللي كان بيجيلك لما بتقع من عمارة عالية وقبل ما تلمس الأرض الصورة بتضلم وبتفتح عينك على إنك في سريرك. أنا لقيت نفسي في البيت بتاعي مرة تانية. كنت بحاول أقنع نفسي إن كل دي تهيؤات بسبب اللي حصل، لكن أنا عارف إن دي مش تهيؤات. فضلت كام يوم كده على الأحلام دي اللي بحلمها، كلها كانت بتخص إبراهيم وموته. وفي يوم لقيت إبراهيم بيتصل بيا. يا عم شادي، ايه الموضوع خلص اهو، ولا بليس ولا اي حاجه. بقالنا فتره طويله، دلوقتي نقدر نطلع الفلوس ونعمل بيها مشروع ونشتغل باحترام. شادي، انت ساكت ليه؟ وده رديت عليه بجملة واحدة بس: انت مش هتعمل حاجة يا إبراهيم، مش هتلحق تعمل حاجة، انت هتموت. وكالعادة المستفز بيضحك تاني. انا نفسي اعرف الصنف ده انت بتجيبه منين. وقتها اتعصبت وقلت له انا مش بهزر دلوقتي يا ابراهيم، انا داخل في كام يوم مش بشوفك غير في احلامي وانا صاحي في كل وقت وانت بتموت فيه. وقتها بدأت احكي له على كل حاجة، ورد عليا ابراهيم وهو خايف ومرعوب. ده الموضوع بقى بجد بقى. انا على فكرة انا كمان بحلم بالحاجات دي بالظبط. كنت بحاول اقنع نفسي ان كل ده بسبب اللي حصل مش اكتر، لكن ازاي انا وانت نحلم بنفس الحاجة؟ طب لو حد فينا متهيأ له، طب بالنسبة للتاني ايه؟ مع الوقت وابراهيم كان بيتكلم كنت سامع صوت كلاكسات العربية من ورا صوته. انت فين دلوقتي؟ انا في الشارع كنت بشتري شوية طلبات. سيبك من اي حاجة، ارجع للبيت يا ابراهيم، ومهما حصل اوعى تنزل، ولو احتجت حاجة انا اللي هعملها لك. خلاص ماشي، ما تقلقش انا بخير. كل ده بسببك، كل اللي احنا فيه ده بسببك. اول ما توصل ترن عليا بسرعة، فهمني؟ يا عم فاهمك. خلصت المكالمة مع ابراهيم وحسيت وقتها اني عرقان وحران وحاسس ان انا مش طايق نفسي. دخلت احاول استحمى وافوق، وانا بلبس كنت ببص على المراية كانت جايبة ستارة البانيو كانت بتتحرك. وقتها بدأت ابص ورايا بقلق، وفعلا الستارة كانت بتتحرك، ورحت اشوف هي بتتحرك ليه. جثة ابراهيم كانت مرمية في البانيو. علشان الموضوع يكمل النور قطع في اللحظة دي، وبعدها باب الحمام اتقفل، وبدأت اسمع صوت من بره. صوت الكلب ده بقى علامة في حياتي تقريبا. فضلت على الوضع ده ما كملش اكتر من دقيقة او دقيقة وشوية، لان قطع صوت اذان العشاء، ومع الاذان كل حاجة اختفت. وخرجت بعدها من الحمام، خرجت وانا بمسك تليفوني عشان اتصل بابراهيم، لكن اكتشفت ان الاذان اللي اذن ده كان الفجر. انا اضطريت ان انا افرك في عيني كذا مرة وانا ببص للساعة في التليفون. انا مش عارف، انا دخلت الحمام الساعة 8 ونص، ازاي الاقيها الساعة 4:15؟ وقتها حاولت اتصل بابراهيم لكن ابراهيم ما كانش بيرد، ولاحظت ان في رقم غريب اتصل بيا في خلال الكام ساعة اللي معرفش اتخطفوا من اليوم دول ازاي. وجربت اتصل بالرقم ده ورد عليا: السلام عليكم، الرقم ده اتصل بيا، مين؟ حضرتك تعرف شخص اسمه إبراهيم؟ ايوه ده صاحبي واخويا، في حاجة ولا ايه؟ للأسف صاحبك وأخوك عمل حادثة ودخل العناية المركزة من نص ساعة. كان البقاء لله يعني، فلازم حضرتك معلش تيجي دلوقتي عشان تستلمه. واداني العنوان وقفل.
لا لا، غبي 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 غبي. وقتها بدأت أعيط لأول مرة في حياتي. أول مرة أحس إن أنا فقدت حاجة. عمري ما جربت إحساس الفقد ده، والمرة اللي أفتقد فيها شيء أو أحس بيه بالشعور ده كان إن أنا أفتقد شخص غالي عليا. اتحركت ورحت للمستشفى وسألت على إبراهيم، وعرفت إن هو دخل المشرحة عشان التقرير الطبي وعشان كل الأوراق الغريبة دي، وإن هو دلوقتي في التلاجة. طلبت إن أنا أدخل المشرحة وأشوفه، لكنهم رفضوا. طلعت قرشين حلوين ودخلت. وقتها كان معايا عامل المشرحة اللي كان واضح عليه الخوف، وفتح التلاجة وهو بيقول: اللهم اكرمنا حسن الختام يا رب. وفعلا خرج إبراهيم ووداه لترابيزة المغسلة. وأول ما شفت إبراهيم من هنا بدأت أدمع تاني غصب عني. بدمع على صاحبي اللي افتقدته وعلى مصير اللي هيحصل لي. عامل المشرحة لما لقاني منهار كده جاب لي كرسي وقال لي: اقعد استريح. قعدت وانا بعيد ذكرياتنا مع بعض. ما كانتش حلوة كلها، بس على الأقل كنت حاسس ان في حد معايا، مش لوحدي. ومع كل ده حصل حاجة غريبة. حسيت بتعب فجأة. حسيت اني عايز انام وانا ببص لعامل المشرحة، كأني متخدر او مجبر اني انام. نمت على الكرسي. فتحت عيني وانا ببص حواليا ولقيت نفسي في صحراء، لكن كان شكلها غريب. الرمل وحتى الجبال كل ألوانهم كانت سودة. كنت ماشي وانا تايه، وفجأة وانا ماشي لقيت شخص نايم على الرمل. رحت علشان اشوف مين الشخص ده، وكان إبراهيم اللي بدأ يتكلم كأنه متكتف من حاجة خفية أنا مش شايفها، وكان بيعيط. ما تقتلنيش، مش هيسيبوني في حالي. انا عارف ان انا غلطت وان ده العقاب بتاعي، بس ده صعب قوي. وفجأة وهو بيتكلم من وسط التراب اللي كان في الرمل والصحراء ظهر كائنات صغيرة بدأت تحط سكاكين في جسمه، وهو بدأ يصرخ: ما تسيبهمش يعملوا فيا كده، ما تسيبهمش. ومع كل ده رجعت للواقع تاني. وقتها لقيت كل حاجة خلصت، التغسيل والكفن، وخلاص العربية كانت جاهزة إنها تطلع تدفنه. وكانت الساعة 7 الصبح. اتحركنا على أقرب جامع وصلينا الجنازة واتجهنا للمقابر. طبعا زي ما قلت في الأول احنا ملناش أهل، لكن الناس من حوالينا كانت كتير. المهم بعد ما وصلنا بدأت أفتح التربة ونزلت عشان أستلم من جثمان صاحبي. حطيته من ناحية القبلة وشلت من على وشه الكفن، وشكله كان عليه غضب ربنا. وقتها حسيت إن ملامحه بتعيط وبيترجاني إني أخرجه من هنا، لكن أنا مش بإيدي حاجة يا صاحبي، مش بإيدي حاجة. وقتها سمعت صوت الشيخ وهو بيدعي، وخرجت وبدأت أدعي معاهم، والناس بدأت تمشي وأنا فضلت قاعد أودع صاحبي للمرة الأخيرة. مش عارف هل هكون جنبه بعد يوم ولا يومين، بس هو الأكيد إن أنا قريب هكون هنا. فضلت قاعد لحد ما لقيت المغرب بيأذن عليا. مشيت وأنا متأكد إني جاي هنا قريب. طبعا مع تعب اليوم ده كان لازم أنام. معروفة طالما نوم يبقى فيه أحلام.
وقتها حلمت إن أنا واقف قصاد تربة إبراهيم والدنيا كانت هادية، لكن اللي حصل إن في كمية حشرات ملت المكان. الغريب إنهم اقتحموا الحوش بتاع التربة وبدأوا يحاولوا يحفروا ثقوب جوه التراب وينزلوا تحته. طبعا مفهوم هم هيعملوا ايه كويس. شوية والصراخات بدأت تيجي من تحت، وكان هو إبراهيم. مفيش ثواني والهدوء رجع تاني. وبعدها ظهر نفس الدخان اللي كنت بشوفه في الأول، وبدأ يتكون من وسط الدخان ده هيئة كائن أو شيطان. أنا مش عارف. الغريبة إن كان في صوت تاني طالع لكن ملوش أي مصدر. مصدره الوحيد أكيد كان الدخان، لكن ما عنديش أي دليل أقدر أقوله لكم على ده. ومن الدخان في حاجة اتكلمت. لقد تم العفو عنك، ولكن هناك مقابل. بدأت أرد وأنا بدور على مصدر الصوت. أنا مش فاهم حاجة. ورجع الصوت يعيد نفس الكلام تاني. تم العفو عنك، ولكن هناك مقابل. وقتها الدخان ده بدأ يتحرك وكأني مسلوب الإرادة أنا بتحرك وراه. وفجأة من غير أي مقدمات باب التربة اتفتح، والدخان كان بيدخل وأنا وراه. كنت نازل على السلالم، والغريبة إني لما نزلت ملقيتش نفسي في التربة، لا أنا لقيت نفسي في عالم تاني. كان في شوارع وبيوت وحاجات مبنية، ممكن شكلهم كان غريب، مش الشكل اللي أنا ممكن أكون متعود عليه. كل ده وأنا ماشي ورا الدخان ومش عارف أنا رايح على فين. وفي الشارع ده لقيت كائنات صغيرة وغريبة متجمعين وواقفين بيبصوا في حاجة معينة. بدأت أقرب عشان أفاجأ إن صاحبي متصلب على حيطة، وكان في مشاعل نار بتولع في جسمه وهو بيصرخ. وقتها لقيت الدنيا بتلف بيا، ما كنتش قادر استحمل شكل جلده وهو بيقع من النار. وقعت من طولي، بس لما فقت لقيت نفسي نايم على السرير في بيتي. أنا مش عارف أقول ده حلم ولا ده حقيقة، لأني مش فاكر إني نمت أصلا. دخلت الحمام وقلت أفوق نفسي بشوية مية، والمفاجأة اللي أنا لقيت حاجة بتتكتب على المراية. هي ما كانتش حاجة مكتوبة، هي حاجة بتتكتب دلوقتي: يمكننا السماح بعمل عهد جديد. وقتها الكلمة بدأت تنتشر في الحيطان وفي المراية وعلى الأرض، وكانت بالدم. يمكننا السماح بعمل عهد جديد. يمكننا السماح بعمل عهد جديد. وقتها خلاص ما بقتش عارف أنا بعمل إيه. صرخت: انتم عايزين مني إيه؟ أنا مش فاهم حاجة، وعهد إيه الجديد اللي هيتعمل؟ وطبعا موقف زي ده مش محتاج تفكير، النور بيقطع، نفس الصوت اللي سمعته قبل كده بيتكرر تاني. لقد تم العفو عنك، وهذا أمر من سيدي الطاووس، ملك من ملوك الجن. ولكن ليكتمل العفو يجب أن تكون خادما لنا وخادما له، وإذا رفضت فأنت تعلم مصيرك جيدا. وبعد ما سكت النور رجع وكل حاجة كانت طبيعية. ووقتها بدأت أتكلم مع نفسي زي المجنون. أنا مش خادم لحد، أنا ما غلطتش في حاجة. إبراهيم الله يسامحه هو اللي ودانا المكان ده، وهو اللي عمل كل حاجة. هو أنا مش هشيل غلطته. كنت مستني أي رد يتفاعل، لكن الغريبة إن ما حصلش حاجة. بعدها خرجت من الحمام وبدأت أمشي في الشوارع. كنت بحاول أدور على ولا حاجة أفك من اللي أنا فيه، أهرب. فضلت كده لحد الساعة 12 بالليل عمال ألف. وقتها قلت لنفسي كفاية كده، كفاية. بس وأنا راجع للبيت كان في ظل ورايا، وكأني متراقب أو أنا فعلا متراقب أصلا. وصلت للبيت وقفلت الباب على نفسي، بس أول ما قفلته لفيت وببص قدامي، ظهر قدامي كفن، نفس الكفن اللي كان محطوط في وسط الهدوم اللي كانت في الدولاب. لكن الكفن المرة دي كانش مجرد شكل شنطة أو قفة، كان كفن بجسم
واضح إن جواه حد، لأن الشيء ده بدأ يتحرك ما عندهاش ثواني، وبدأ الشيء يحاول يفك نفسه من جوه أو يقطع الكفن. كان هو إبراهيم، وبدأ يقرب مني وكنت أحاول إن أنا أجري، لكن خطوته كانت بتهز الشقة كلها. وفجأة القطع بتاع الكفن بقى سريع وبقى واقف قدامي، ومن غير أي مقدمات بدأ يحاول يمسك في رقبتي. عيني هي بدأت تقفل، وحسيت إن دي خلاص النهاية اللي كانت متوقعة من الأول. حاولت أقول الشهادة حتى معرفتش. مش عارف فضلت لحد إمتى كده أنا فاقد للوعي أو قافل عيني، لكني لما فتحت عيني بدأت أحمد ربنا إن ده كان حلم هو كمان. لكن لما صحيت أو فقت الدنيا كانت برد جدا في الشقة، أو المكان اللي أنا فيه هو اللي برد. المكان اللي أنا فيه ده مش سريري، ده مكان ضيق. وعلى ما أظن أنا عرفت أنا فين. اللي حصل إن في باب اتفتح من عند رجلي، وشخص بدأ يسحبني لبره، وزي ما توقعت أنا كنت في تلاجة الميتين. شوية ولقيت نفسي على الترابيزة اللي بيغسلوا فيها الميتين. حاول بقى تصرخ، حاول تعمل أي حاجة، صوتي ما بيطلعش. لقيت شخص بيرمي عليا مية سخنة لدرجة إن أنا بدأت أصرخ، لكن صرختي كانت مكتومة. مفيش ثواني ولقيت نفسي في المرحلة التانية. أيوة أنا بتكفن. كنت حاسس بكل حاجة، العربية، الخشبة، الجامع. شوية ولقيت نفسي موجود في التربة، وشاب بيشيل من على وش الكفن. وقتها حاولت أعمل أي حاجة عشان يلاحظ انا عايش، والله انا عايش، انا ما متش، محدش يسيبني هنا، انا لسه عايش. لكن برضه مفيش حد بيسمعني، مفيش حد واخد باله مني أساسا. العيون اللي في نظري أنا هي عيوني اللي فاتحة وبتحاول إن هي تدي أي مشاعر، هي في نظرهم هم عيون مقفولة تماما وميتة. الشخص اللي رفع من عليا القطن بتاع الكفن بدأ يخرج ويقفل عليا التربة. كنت سامع من بعيد صوت الشيخ وهو بيدعي، وأنا لسه بصرخ على أمل إن حد يسمعني، لكن بدون فايدة. سامع صوتهم بيبعد شوية، ولقيت نفسي في هدوء مرعب. رجعت أحاول أتكلم تاني، والمفاجأة إن المرة دي صوتي طلع. وقتها كل اللي أنا عملته إن أنا حاولت أفك نفسي وأخرج من هنا. الموضوع كان صعب، لكن نجحت في الآخر وقدرت أفك نفسي. ولسه كنت هتحرك، لكن فجأة في نور ظهر في التربة، واللي اكتشفته إنها حفرة من نار. مع ظهور النار حيطان التربة بدأت توسع أكتر وأكتر، وبيظهر نفس الصوت تاني أو للمرة العاشرة، أنا مش عارف. ايه رأيك في اللي انت فيه؟ شفت رفضك وصلك لفين؟ بدأت أتكلم وأنا مش عارف الصوت ده منين أصلا. أنا عايش ولا ميت؟ وقتها بدأت أسمع ضحكه، والضحكة دي كانت بتزود النار أكتر. دي في ايدك انت بقى. سمعت الكلام هترجع لبيتك تاني، وهيبقى حلم ظريف شوية وخلص. رفضت، اعتبر ان ده الواقع بتاعك، وهنفضل هنا على طول. موافق اعمل اي حاجة، بس خرجوني من هنا. علشان تكون خادم لسيدي لازم تقدم قربان بشري، والقربان الأول هيكون سهل بالنسبة لك. عايزين جمجمة صاحبك. موافق على اي حاجة تطلبوها مني، بس اخرج من هنا. وقتها لقيت الدخان ظهر تاني، وفي شيء من النار دي اترمى زي المنبه، وبدأ الشيء ده يتهز بسرعة، وصوته كان عالي قوي ومزعج. لكن مع الصوت ده حصل حاجة زي الفلاش باك، أو كأنك بترجع بشريط حياتي كله لورا. كل حاجة أنا مريت بيها بدأت ترجع للأول لحد ما وصلت لبيتي عادي. وقتها أنا كنت في حالة صدمة، مكنتش عارف أتكلم، مش عارف أقول إيه. أنا واحد اتدفن وهو حي وصحي تاني.
هقول حلم، هقول اي حاجة، هتقول انت اي حاجة، لكن انا حسيت بكل حاجة فيه. وللأسف انت مش هتحس بيا، مش هيحس بيا غير اللي جرب الإحساس ده. ومين ممكن يكون جرب الموت ورجع منه تاني؟ عدى كام يوم ما بين الرعب والخوف. أنا بقيت بشوف الحاجات دي وأنا صاحي مش وأنا نايم. أول ما ببص على أي مراية بلاقي الدخان ده بيظهر قدامي، وكأنها رسالة قوية منهم إن أنا لازم ما أتأخرش في اللي هم بيقولوه. وللأسف ما كانش قدامي أي حاجة تانية غير اللي اتطلب مني. الساعة 12 بالليل عشان محدش يشوفني رحت لتراب الصداقات، والوقت ده المكان هيبقى فاضي. فضلت ماشي ما بين القبور وانا عمال ابص ورايا وقدامي. وصلت لتربة ابراهيم وكان معايا المفتاح بتاع الحوش، وبدأت افتح وانا لو حد نفخ في وشي انا هصوت. فتحت وتأكدت ان مفيش حد ورايا. زقيت الباب الخشب، وقتها طلعت تليفوني وولعت الكشاف ونزلت على السلالم بتاعت التربة. مش محتاج ادور كتير، كلكم عارفين ازاي التربة بتتفتح. التربة اصلا ما كانش فيها غير جثة واحدة بس. حطيت تليفوني على الارض عشان اكون شايف. كنت بعيط وانا بفك الكفن. عمري ما كنت اتوقع ان انا اوصل للمرحلة دي. وانا بحاول افك في الكفن ظهر تاني نفس الاتنين، الكلب ونفس الدخان، كأنهم بيتأكدوا ان انا عملت اللي مطلوب مني. صوت ان الكلب بيلهث فوق السلالم، وشكل الدخان الاسود من وجودهم خلوني اتصربع لحد ما قدرت افك الكفن. وكان قدامي هيكل عظمي. وقتها حاولت امسك نفسي عشان محدش يشوفني ويفضحني. سامحني يا صاحبي، انت اللي عملت فينا كده، سامحني، بس هو ده الحل الوحيد اللي قدامي. وقتها حاولت اكسر الجمجمة بكذا طريقة ومعرفتش. كانش قدامي غير اني احط الهيكل العظمي على درجة سلم واكسر الجمجمة. مع المعافرة اتكسرت، واللي حصل ان الكلب والدخان اختفوا. حاولت اداري الجمجمة جوه شيء محدش يشوفه منها. خرجت، قفلت كل حاجة ورايا، ركبت العربية، رحت البيت وانا جسمي كله متلبش. مش عارف انا عملت كده ازاي، مش عارف كل ده عدى ازاي، لكن اليوم ده مش هيعدي من غير كوابيس. لكن اللي شفته ان صاحبي كان عايز ينتقم مني في احلامي بسبب اللي انا عملته. لما فقت كان في كلمة اتكونت على الجمجمة، كلمة واحدة بس كانت مكتوبة بالدم. فهمت وقتها من طريقة الكلام ان ده عنوان او مكان لازم اروح. كان مكتوب عنوان قصر، واسف انا مش هقدر اقوله بس هو معروف جدا بالحاجات دي جدا. استنيت لحد ما بقينا 12 بالليل برضو، اتحركت على القصر. المعروف عن القصر ده انه ممنوع الدخول فيه ولا صبح ولا ليل، ولكن انا لقيت كل حاجة سهلة ازاي معرفش. بس اول ما دخلت من باب القصر باب اتقفل لوحده ورايا، وبيظهر من جديد الدخان والكلب وبدأوا يمشوا. وفهمت ان دي اشارة منهم ان هم هيدلوني على الطريق. وفضلت ماشي معاهم، ندخل من أوضة سفلية نطلع من أوضة تانية جوه القصر لحد ما دخلنا قاعة عاملة زي المسرح، كانت مليانة بالكائنات الغريبة اللي شبه شفت منها في أحلامي. في منهم القصير وفي منهم الكبير وفي اللي عنده جناحات وفي اللي شبه الحيوانات، بس كلهم كانوا بيبصولي وكأني أنا بطل المسرحية اللي هم مستنيينها. في نهاية القاعة وعلى الخشبة كان في كائن قاعد على كرسي. ما قدرتش أشوفه كويس لأن الكرسي كان من ظهره، كنت شايف دماغه اللي بارز منها قرنين. وفجأة لقيت الكائن أو الشيطان ده بدأ يتكلم. قرب يا شادي. بدأت أروح ناحية الصوت وأنا مسلوب الإرادة، وبعد ما وصلت قدامه لقيت الكرسي بدأ يتحرك. الكرسي كان تحس إنه هو شبه بتاع الملوك، أما عن اللي كان قاعد عليه فهو شبهنا، لكن الجلد كان مختلف، كان طويل جدا، كان في حاجات كتير بارزة في وشه، ده غير سنانه السوداء وعينيه اللي كانت حمرا وكأنها جمرة نار. رجع يتكلم تاني. انت وصاحبك قتلتوا الخادم بتاعي عطية اللي انتوا سرقتوه. ولسه كنت هتكلم لقيته بيقول لي سيبني
أكمل كلامي. اللي كان المفروض يحصل غير كده. المفروض يحصل إنك تحصل صاحبك، لكننا عملنا لك استثناء لأن أنت ما كنتش عارف أنت داخل على إيه، أما صاحبك كان عارف ومع ذلك تحداه، ودي كانت نهايته. قدامك الاختيار الأول، تروح لصاحبك اللي أنت كسرت الجمجمة بتاعته واللي قارينه مش هيسيبك في حالك، يا إما تبقى معانا. أنا مش بديل، أنا الفرصة اللي بديها لك ومش بديها لأي حد. نصيحة مني استخدمها صح. أنا وافقت. أيوة أنا وافقت. ما أنا مش هتحمل أي حاجة تحصل فيا تاني. كفاية اللي حصل لي. على الأقل لما أكون معاهم هكون محمي ومحدش هيقدر يلمسني، لا بشر ولا جن. الكائن ده رجع يتكلم تاني، واللي فهمته بعد كده إن هو ده الملك الطاووس اللي كانوا بيتكلموا عنه. اجرح نفسك بالسكينة دي، ولازم كل قطرة دم تنزل منك تكون جوه الجمجمة بتاعت صاحبك. وبدأت أعمل المطلوب مني. أخدت السكينة اللي اداها لي وبدأت أجرح نفسي، والموضوع كان صعب ومؤلم، لكن أنا ما عنديش اختيار تاني. جبت الجمجمة وبدأت أنزل الدم من عليها وأعصر في إيدي أكتر وأكتر. وقتها لقيت الطاووس ده بيمد إيده، وفهمت وقتها إن هو عايز الجمجمة. اديتها له وبدون أي مقدمات بدأ يشرب الدم اللي كان فيها، وبعد ما شرب الدم بدأ يولع في الجمجمة لحد ما بقت عبارة عن رماد، ورجع يتكلم تاني. انت دلوقتي أصبحت ملكي، ودول هيفضلوا معاك دايما، هم اللي هيحرسوك ويعرفوك على كل حاجة. وقتها كان بيشاور على الكلب والدخان اللي كانوا دايما بيظهروا لي، واللي فهمت من كلامه إن دول كانوا حراس العهد. ورجع يكمل كلامه تاني. ما تنساش القربان البشري اللي مطلوب منك كل شهر، كل ده في مقابل فلوس وغنى وكل حاجة انت هتعوزها. شاورت بالموافقة، وبعدها طلب مني إن أنا أقرب منه أكتر. ولما قربت اداني حاجة زي الخاتم، وطلب مني إن أنا ما أقلعهوش، وإن دي حاجة زي عقد ما بيني وما بينه. وبعدها طلب مني إن أنا أخرج وأرجع بعد أسبوع وأنا معايا القربان. وقتها فعلا خرجت، وكانت الشمس بدأت تطلع. شمس يوم غريب، شمس اللي يمكن لحياة جديدة أنا معرفهاش. ما استغربتش، أنا ما بقتش استغرب أصلا. دي للأسف كانت قصتي. أنا عارف إنكم مستنيين تسمعوا نهاية سعيدة، لكن هي دي الدنيا، مش دايما بتضحك لنا، ومش دايما هيبقى في نهاية حزينة ليها نهاية أصلا. أنا بقيت أسير في النهاية السيئة، أو النهاية اللي أنت ممكن توصفها بأي وصف. بعتذر ليك يا نور، أنت وكل اللي بيسمعوك، لأني استغلتكم. القصة اللي بتسمعوها دي ممكن يكون فيها حاجة زي السحر من الكلام، أو طلاسم خفية. في ناس منكم هتبدأ تدور عليا وهيعرفوا يوصلوا لي، وطبعا انتم عارفين الباقي وعارفين اللي هيحصل فيهم. أنا ساكن ناحية قصر في شارع عمارة رقم 2. إلى هنا تنتهي قصتنا. شكرا لوقتكم جدا، وشكرا لإسماعيل هشام على كتابته لهذه القصة أو نقلها لينا عن طريق شخص تاني. أتمنى أشوفكم الفيديو الجاي. تصبحوا على ألف خير وبيس سعيدة. كنت هتكلم في حاجات كتير، بس واضح إني مش لازم أتكلم دلوقتي.